جعل الاسم الأول في قائمتنا، وأكثر لاعب يكره محمد عدنان في التاريخ، بل البشرية جمعاء تكره إلا أصحابه. طبعا كلكم بتعرفوا، مواليد 1973، عمره الآن 48 سنة، طوله 1.93 سنتيمتر، المدافع الإيطالي السابق ماركو ماتيرازي. هذا لاعب باختصار شديد يوم 9/7/2006 تسبب ببكائي. قبل قصته مع زيدان والنطحة الشهيرة اللي انطرد عليها زيدان، هذا اللاعب تفرع عن طوال المباراة، سجل هدف التعادل لمنتخب إيطاليا من ضربة رأسية، وسجل واحدة من الركلات الترجيحية، واستفز زيدان وشتمه وتسبب بطرده. ماتيرازي قدم أفضل مباراة في تاريخه أيضا على حساب المنتخب الفرنسي، بس المتتبع لمسيرة ماركو ماتيرازي يعلم يقينا إنه هذا اللاعب كان أبعد ما يمكن عن منظومة الأخلاق القويمة. قصصه السيئة مع زلاتان إبراهيموفيتش وأندري شيفشينكو وكريسبو وأغلب مهاجمي الدوري الإيطالي كلها تشهد على بذاءته وسوء تربيته. قصته مع زيدان صار لها 15 سنة بالضبط، ولليوم ما التقيا معا وما استطاع أي إعلامي إنه يجمعهم في لقاء واحد. زيدان رافض تماما. تتخيل محمد عدنان يعملها؟ ممكن أجمعهم هون بقطر إبان فترة كأس العالم 2022 إن شاء الله. خلينا